السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض نوع من انواع المعجنات، وهو السينابون او السينابون زي ما بتسموه. زي ما احنا شايفين، هش وخفيف وطريقته سهلة وجميل جدا، هيعجب الجميع ان شاء الله. وفي نفس الوقت مقاديره سهلة وبسيطة ومش مكلفة. هنبتدي مع بعض. بسم الله. معانا هنا كوباية لبن وبيضة، كوباية لبن دافية عشان هنحط عليها خميرة، وفانيليا حوالي نص معلقة فانيليا أو باكت فانيليا، وهنا معلقة كبيرة خميرة. دي المقادير السايلة مع بعضها. هنقلبها مع بعض، هنخلطها كويس عشان البيضة تتجانس مع اللبن وتتضرب فيه. وهنا كمان ضفت 3 معالق سكر. السينابون نوع من انواع المعجنات الخفيفة اللي كلنا بنحبها، ولما تعمليها في البيت هتعجبك اكتر واكتر، وفي نفس الوقت هتبقى مش مكلفة. حطيت هنا كمان ضفت نص كوباية زيت، وحطيت 3 كوبايات دقيق، والكوباية الرابعة مش هضيفها معاهم. احنا هنعجن خطوة خطوة وهنشوف بعد كده هنحتاج دقيق قد ايه. هنعجن حد كل ما قدرنا ما تختلط مع بعضها. بنات الحلوين اللي ما بيعرفوش يعجنوا او بيخافوا ان هم يجربوا في تجربة العجين، الحكاية سهلة خالص وبسيطة. زي ما احنا شايفين، انت هتحطي مقاديرك وهتعجني، هتمشي مع العجين خطوة خطوة وتلمي، تحاول ان انت تلمي الدقيق كله لحد ما يتماسك مع بعض ويختفي خالص وما يبقاش موجود دقيق، تبقى عبارة عن عجينة مكورة ما فيهاش اي دقيق. هتمشي واحدة واحدة وتفضلي تعجني. لو حسيتي ان العجين ماسك في ايديكي وما انتش عارفة تسلكي ايديكي، سلكيها واحدة واحدة بايدك التانية، وسيبي العجينة ترتاح دقيقتين وروحي اغسلي ايديكي. وبعد كده تعالي كملي عجن تاني. انا هنا ضفت بقية الدقيق، يبقى احنا كده خدنا 4 كوبايات دقيق وكوباية لبن وبيضة واحدة. يعني مقاديرنا بسيطة خالص ومش مكلفة. هنا حطيت العجينة كلها وقعدت قلبت فيها حوالي 5 دقايق علشان العجينة تبقى ناعمة معانا زي ما احنا شايفين كده. كل حاجة سهلة وبسيطة ومفيش اي تعقيد. هكور العجينة وهسيبها، هحطها في الطبق وهغطيها، هسيبها ترتاح ساعة. هنشيل العجينة ونحطها في الطبق ونغطيها بستريتش او بلاستيك، ونسيبها حوالي ساعة في مكان دافي لحد ما تخمر زي ما احنا شايفين كده خمرانة. هنلم العجينة ونشيلها. انا هنا قسمتها على 2 على نصين بحيث ان انا اقدر افردها كويس واتحكم فيها. هرش دقيق خفيف وبالنشابة هفرد العجينة على شكل مربع. وبعدين هبتدي هرش عليها الحشو هيبقى عبارة عن، احنا معانا هنا انا بدهن السمنة الموجود عندنا. هو المفروض زبدة، بس لو مش متوفر زبدة عادي هنحط سمنة عادية، وبعدين نفردها على العجين وبعدين نرش الحشو. والحشو عبارة عن 4 معالق سكر ومعلقة قرفة. اللي مش حابب القرفة ممكن يحط كاكاو، ممكن يحط كاكاو بدل القرفة، لو بس علشان يدينا نفس النتيجة. لو اللي مش حابب قرفة يعني. بعد كده هنرش الحشو ده. احنا طبعا ولعين الفرن ومسخنينه على درجة عالية. هنحط السينابون في الفرن لمدة نص ساعة
مع المتابعة او حسب الفرن بتاعك. هنرش طبعا ده الكمية دي كمية الحشو اللي انت بتتحكمي فيها. عايزة مسكر هتزودي السكر، عايزة القرفة اكتر هتزوديها. وبعد كده هنبرم العجين زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. انا مش هعمل التزيين بتاع السينابون، انا هعمله نوع من المعجنات عادي تاكل كده عادي، لان احنا حاطين فيه كمية سكر كبيرة، حاطين في الحشو وحاطين في العجينة. فانا مش هعمل التزيين بتاعه لان هو بيبقى تقيل او دسم قوي. هو بيبقى صوص كراميل وبيبقى كريمة تتعمل من الجبنة، تحط عليها سكر تاني، فبتبقى تقيلة. لكن احنا هو هنكتفي بكده. وطبعا انتوا ليكوا الحرية، المهم ان انتوا بتشوفوا العجينة وبتشوفوا الطريقة وتنفذوها. وبعد كده بقى انتوا لو حابين طريقة الكريمة ابقى اعملها لكم بعدين. هقسمها بالتساوي وبعدين هقطعها تدينا الشكل ده. طبعا فردتها برمت العجينة على شكل اسطواني كده زي ما احنا شايفين، وهنقطعها قطع قطع متساوية. وبعد كده هنرصها في صاج مدهون بالسمنة زي ما احنا شايفين كده. النتيجة جميلة، ولما تدخل الفرن وتستوي هتعجبكم، هتعجب الأسرة كلها ان شاء الله. حاجة خفيفة وجميلة، نوع من المعجنات هيعجب الأطفال ان شاء الله. وكفاية ان انتوا عاملينه بإيديكم، ولا اننا نشتري الحاجة غالية من بره، احنا نعملها بأقل التكاليف. مش مهم تكون درجة اولى يعني، احنا بنعمل الحاجة المهم ان هي من صنع ايدينا، وعلى قد التكاليف وعلى قد الحاجة الموجودة في البيت. زي ما احنا شايفين كده رصيناها في الصاج وسيبناها تخمر. لازم تسيبيها تخمر برضو تاني في مكان دافي لمدة ساعة، برضو التخمير اهم حاجة. وبعد كده هندخلها الفرن. وادي النتيجة، احلى سينابون هيعجب الجميع ان شاء الله. حبايب القناة محتاجة دعمكم، يا ريت اللي يشوفني لأول مرة يشترك معايا، واللي معايا يعمل لايك.